الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن صلاح دين المرء وسلامته هو سبب سعادته في الدنيا والآخرة. إذا سلم لك دينك وسلم لك إيمانك فهو دليل سعادتك في الدنيا والآخرة ونجاتك من شرور الدنيا والآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الله عز وجل صلاح الأمور بدأ بالدين، كما روى الإمام مسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. عصمة الأمور، عصمة أمور المرء، سلامته وحفظه بصلاح دينه. إذا صلح دين المرء صلحت أموره كلها. إذا سلم لك دينك فأنت في سعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا لا يزال أهل الإيمان حريصون على دينهم وإيمانهم من كل فتنة، من كل شر، من كل ما يتعرض لها أو له بالنقص أو الزوال والعياذ بالله، لا سيما في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وتنوعت فتن الشهوات، فتن الأموال، فتن المناصب، فتن العلو في الأرض، فتن الفساد فيها. ومن أعظم ما يعرض دين المرء للفتنة البيئة التي هو فيها. يحرص المسلم على أن يكون في بيئة مؤمنة صالحة تقية تعينه على أمر الله وعلى طاعة الله وعلى دين الله والثبات على أمر الله. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه السكنى في ديار الكفار والمشركين. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء
ممن سكن بين أظهر المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الذي يسكن بين المشركين. نسمع بعض الناس حريصين على الهجرة إلى ديار الكفار، أخذ الجنسية وكثرة المال والدنيا. طيب والدين يا عبد الله؟ الذي يعاشر الكفار والمشركين صباحا ومساء ماذا ترجو منه؟ كيف يسلم له دينه وهو يعيش بينهم ويراهم ويكون له إخوانا شام أبا يصاحبهم في كل لحظة؟ أمر خطير. ومثله أيضا البيئة الفاسدة. اهرب من البيئة الفاسدة المضلة، البيئة التي تجرك إلى ما حرم الله، إذا ما ينقص إيمانك ودينك. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من صحبة أهل السوء. المؤمن يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: المؤمن على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من تصاحب. وقال في حديث الترمذي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا أهل الإيمان الذين يحفظون لك إيمانك ويحفظون لك دينك ويعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت. إذا ذكرت أمرا من أمر الله أعانوك، وإذا نسيت أمرا من أمر الله ذكروك، وإذا رأوك تهاونت وعظوك وذكروك بالله. هذا المؤمن تكون صحبته كلها خير للمؤمن. الأمر الثالث هو الثاني يحافظ الإنسان على الطاعات وعلى أوامر الله. إذا أردت أن يثبت لك إيمانك وتكون قويا في وجه الفتن، حافظ على أمر الله. أوله التوحيد، ثم إقام الصلاة. قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، إنسان يقف بين يدي الله يتوجه بقلبه إلى الله محبة وخضوعا وخشوعا، يركع ويسجد، كله يذكره بالعبودية والطاعة لله. ولو كان يعصي الله فإنه سيتوب. جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، فلان يصلي بالليل وإذا أصبح سرق. قال: ستنهاه صلاته عن ذلك. بعض الناس يصلي يفعل ويصلي. طيب يا أخي، هو خير ممن لا يصلي. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهكذا كل الطاعات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام سبب للتقوى. الشاب الذي لا يجد القدرة على الزواج، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عليك بالصوم، يحميك من فتن النساء، يقطع عنك النظر إلى ما حرم الله عز وجل. وهكذا الطاعات كلها تذكر بالله وتعين على طاعة الله والبعد عن الفتن ما ظهر منها
وما بطن. وأيضا مما يعينك على دفع الفتن الدعاء الذي هو سلاح المؤمنين والنبيين والصالحين، وأعظمه إذا وقفت بين يدي الله تذكر وأنت تدعو: اهدنا الصراط المستقيم. كم مرة تقولها في اليوم؟ كم مرة تقولها في الصلاة؟ في كل ركعة. الهداية، طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. والهداية إلى الصراط المستقيم تعني العلم بالحق، ثم محبته وإيثاره والعمل به. أما اليهود عليهم لعائن الله فقد عرفوا الحق ولكنهم ما انقادوا له. وأما النصارى الذين هم أعوان اليهود فقد جهلوا الحق وتجاهلوا فأضلهم الله. أما المؤمن فإنه يعرف الحق ويحبه وينقاد له ويعمل به. هذه هي الهداية التي نحن نقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. ثم أما بعد، مما يعين المسلم على النجاة من شرور الدنيا والآخرة وفتنها تعلم علم القرآن والسنة. تعلم يا عبد الله كتاب الله، تعلم تفسير كتاب الله، احرص على معرفة معاني القرآن العظيم. كثير من المسلمين يقرأ القرآن ولكنه لا يعرف المعنى. الجهل سبب عظيم للفتن. الجهل سبب لفتن القلوب. يأتي إنسان بشبهة في مجلس أو في وسائل التواصل لا يستطيع أحد أن يرد عليه، لأن كلامه فيه فتنة، فيه تلبيس، فيه غش وخداع، لا يستطيع الرد عليه إلا أهل العلم. احرص على تعلم العلم، احرص على مجالسة العلماء، على السماع منهم، على مجالس الذكر التي يهرب منها الناس. احرص على تعلم ما أمرك الله عز وجل به. ومن وقع في فتنة ومن وقع في بلية فعليه بالمبادرة إلى التوبة والإقلاع عن هذا الذنب. لو فرض أن إنسان تعرض لفتنة وقع فيها ييأس من رحمة الله؟ لا، يعود إلى الله عز وجل القائل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
تب إلى الله عز وجل وبادر، وأقلع عن هذا الذنب، وتعلم ما ينفعك، وأكثر من الطاعات والقربات والتوبات والاستغفار في طرفي الليل والنهار، والعمل الصالح الذي ينجيك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتن الليل والنهار يا رحيم يا رحمن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله، وأذل النفاق وأهله، وأذل الفساد وأهله. اللهم أصلح أمرنا وأمر المسلمين، وردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانصر عبادك المستضعفين يا أرحم الراحمين. وأنت على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.